في السنوات القليلة الماضية لمع نجوم كرة القدم العرب في الملاعب الأوروبية، وبات أغلبهم عناصر أساسية لا غنى عنهم مع أنديتهم، وساهم هؤلاء النجوم في تحقيق أنديتهم للألقاب، سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو القاري، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمتهم السوقية. وخلال هذا الفيديو نسلط الضوء على أعلى 10 لاعبين عرب من ناحية القيمة السوقية بعد انتهاء الموسم الكروي 22-23 وفق أرقام موقع ترانسفير ماركت الشهير والمتخصص في بيانات اللاعبين. رغم تتويجه بالثلاثية التاريخية مع فريقه مانشستر سيتي في الموسم المنصرم الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فإن القيمة السوقية لمحرز انخفضت بمقدار 10 مليون يورو منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022 حتى الآن، واستقرت القيمة السوقية لمحرز عند حاجز 20 مليون يورو فقط، علما بأن صحيفة صون الإنجليزية تدعي أن النجم الجزائري وافق على الانضمام لنادي أهل جدة السعودية. لم يطرأ أي تغيير على القيمة السوقية لبن سبعيني منذ آخر إحصائيات قبل شهر حتى الآن، لتستقر عند 20 مليون يورو. وانضم بن سبعيني في الميركاتو الصيفي الحالي إلى صفوف فريق بروسيا دورتموند في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق بروسيا مونشن بلاتباخ. لم تتأثر القيمة السوقية للاعب الجزائري رغم تهميشه في الأشهر الأخيرة من قبل جوليل لوبيتيغي مدربه في ويلفرهامبتون الإنجليزي، وتبلغ القيمة السوقية لآيت نوري 22 مليون يورو رغم تفكير اللاعب في الرحيل عن الذئاب، وفق صحيفة الشروق الجزائرية التي تؤكد أن خياراته الثلاثة إما البقاء في الدوري الإنجليزي أو الذهاب إلى إيطاليا أو إسبانيا أو العودة إلى الدوري الفرنسي. مع نهاية الموسم المنصرم ارتفعت القيمة السوقية للنجم الجزائري سعيد بن رحمة من 22 مليون يورو إلى 25، وتألق بن رحمة مع ويست هام يونايتد وقيادته للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا، حيث سجل أحد هدفي الفريق الإنجليزي في المباراة النهائية من علامات الجزاء. بعد شهرين من انطلاق الموسم المنصرم ارتفعت القيمة السوقية للاعب بايرن ميونخ إلى 25 مليون يورو، وازدادت أكثر بعد مونديال قطر لتستقر عند 28 مليون يورو، ورغم رغبة مزراوي في الرحيل عن فريق البافاريا لحاجته إلى خوض دقائق أكثر، فإن بايرن ميونخ مصر على الحفاظ عليها. وأحد الأسماء التي قدمت مستوى رائع في مونديال قطر مع منتخب المغرب، وليس ذلك فحسب بل تألق مع فيورنتينا، لكن الحظ لم يحالفه في تتويج مجهوداته بلقب على الأقل، حيث خسر الفيولا مباراة نهائية في منافستي كأس إيطاليا ودور المؤتمر أمام إنتر وويست هام يونايتد على التوالي. ووصلت القيمة السوقية لسفيان أمرابط إلى 25 مليون يورو، ولكن بعد تألقه في كأس العالم وتهافت الأندية الأوروبية على الاستفادة من خدماتها ارتفعت إلى 30 مليون يورو. في 20 يوليو حزيران 2022 أعلن ويست هام يونايتد تعاقده مع المدافع المغربي نايف أكرد قادما من ستاد رين، وحينها كانت قيمته السوقية 25 مليون يورو، وقدم أكرد موسما رائعا مع ويست هام يونايتد وتوج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما تألق بشدة مع أسود الأطلس في مونديال قطر لترتفع قيمته السوقية 10 مليون يورو وتستقر عند 35 مليونا. حافظ بن ناصر على قيمته السوقية التي لم تتغير منذ نوفمبر تشرين الثاني 2022 واستقرت عند حدود 40 مليون يورو، وجاء ذلك رغم عدم قدرة فريقه الميلان على الحفاظ على لقب الدوري الإيطالي وخسارته لكأس السوبر إيطاليا أمام الجار اللدود إنتر، وهو فريق نفسه الذي أقصى الروسونيري من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يغيب بن ناصر عن بداية الموسم المقبل مع ميلان بعد الإصابة التي تعرض لها في ركبته أمام إنتر بدوري الأبطال، وخضع على إثرها لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب لفترة ما بين 3 إلى 4 أشهر.
بعد تألقه مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ارتفعت القيمة السوقية لحكيمي عند 70 مليون يورو، لكن اللاعب دخل في مشاكل خارج الملعب تسببت في انخفاض قيمته السوقية إلى 65 مليون يورو رغم فوزه مع فريقه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي. دفع النجم المصري محمد صلاح فاتورة تراجع مستوى فريقه ليفربول بالموسم المنصرم غاليا، إذ انخفضت قيمته السوقية أكثر من مرة، ومع نهاية الموسم 2021-2022 وصلت القيمة السوقية لصلاح عند 90 مليون يورو، وانخفضت تدريجيا حتى استقرت عند 65 مليون يورو. ومع ذلك يعتبر صلاح اللاعب العربي الأعلى قيمة سوقية، ولكن بالشراكة مع أشرف حكيمي.